السلام عليكم. النهاردة أنا عاملة كرشة بالحمص. طبعا الكرشة، أنا لما بجيبها لو مثلا جبت 2 كيلو بيصفصفوا على كيلو إلا ربع كيلو، علشان بشيل طبقة الدهون بتاعتها اللي هي بتبقى عليها، يعني بسلخها مش بنضفها بس. طبعا الحمص بنقعه الأول من بالليل، والصبح ببدأ ان انا اخده يكون شكله كده. وبعد كده بسلقه. ماشي. بعد ما يتسلق كويس، بقوم مجهزة طبعا التسبيكة اللي انا هعمله فيها. هعمله بالصلصة. اهو الكرشة دي الكمية بتاعتها كانت اكبر من كده بكتير. طبعا انا هعمل بقى الصلصة بتاعت الكرش. اول حاجة البصل بخليه يدبل شوية، وممكن اضيف له كمان جزء من التوم بيبقى ليه ريحة حلوة. بس اول ما يدبل ممكن احط جزء يعني عشان ما يتحرقش. وبعد كده بقوم جايبة الطماطم. طبعا انا مصفياها وهي فاتحة، ممكن ازود لها صلصة. وبقوم ضايفه لها بقى التوابل، الكمون والملح والفلفل، ممكن شطة بسيطة، وكمان يعني فصين توم نيين كمان. وادي الصلصة زودتها عشان الطماطم كانت فاتحة، وحطيت عليها الحمص. طبعا اضيف عليها الكرشة كمان، ما فيهاش اي دهون، يعني بشيلها نهائيا. وبعمل لها طشة، لو التوم مفروم بيبقى افضل. بقوم جايبة معلقتين سمنة، واقوم عاملة التوم، بيفرق الطعم كده على فكرة. وقبل ما لونها ما يغيرش، يا دوب الريحة تبدأ تطلع، وبقوم ضايفاها على لسه بيضة اهي. التوم لونها ابيض، مش ما بغمقهاش. وبعد كده بسيبها شوية على النار، واقوم مهدية النار. وكده خلاص تكون خلصت، شكلها جميل جدا ومتنضفة كويس جدا، وابقوا جربوها. وبرضو الفيديو ده انا بحاول ان انا ارجع اعلاناتي للقناة اللي هي الربح. واستودعكم الله.